الاسم الذي كان بحضور، اسم مهم في تاريخ الكرة الجزائرية. طبعا تابعت الخضر من خلال الأداء، وهذه ابتسامة من مجيد بوقرة. الكل سعيد أن تتواصل مع هذه الأسماء التي كتبت التاريخ على طريقتها الخاصة. السلام عليكم، السلام على كل اليوم حاضرين معكم اليوم يشاهدوا فينا. في البداية أشكر كل ما قدمتموه للجزائر وكل الجزائريون والعرب عامة. ومن جهة أخرى سلم على حسن بوقي سفير إبراهيمي فوزي ورئيس، واشكركم مرة ثانية. نقول عندي سؤال لمجيد برك. مجيد تضحك؟ جميل. مشاعر بعد الفوز صادق أمام آخر فوز أمام روسيا، ماذا كان شعوركم بعد الفوز؟ وكنتوا تنتظروا وعلى بالكم بلي راح تلعبوا ضد ألمانيا. ما هو الشعور الأول اللي جاء في بالكم وفي تفكيركم كنتوا راح تلعبوا ضد ألمانيا؟ الرسالة واضحة. طبعا رفيق صايفي هو سعيد بما تحقق كغيره من الجزائريين والعرب. قال بأن ما تحقق هو مكسب، هو إضافة، هو تاريخ جديد بالنسبة للكرة العربية. ولكن هناك تساؤل. الجزائر قدمت شيء كبير وتاريخي، الفوز على ألمانيا عام طبعا 82. ألمانيا من؟ كارل هاينز رومينيغي، نتحدث عن روبيش، ليتباسكي، بريتنر، شوماخر، هانز بيتر بريغل. تساءل عن الشعور، كيف كان الشعور قبل مواجهة هذا الجيل الجديد من الكرة الألمانية؟ توماس ميلر، نتحدث عن فيليب لام، نتحدث عن نوير، نتحدث عن عقلية لمدرب كبير اسمه يواخيم لوف. كيف كان الإحساس قبل مواجهة ألمانيا؟ أولا أحيي رفيق طايفي، لم أره منذ فترة طويلة وأنا سعيد برؤيتك الآن. وفيما يخص صافرة النهاية في مباراة روسيا، كانت نفس الأحاسيس الرائعة عندما تفوز في النهاية. كانت هناك الفخر، كان هناك السعادة الكبيرة، غمرتنا السعادة بكل بساطة. نلعب كرة القدم لكي نعيش هذه اللحظات ببساطة، وهذا ما كنا ننتظره. بالنسبة لي كانت نفس الأحاسيس الرائعة. وعندما عرفنا أننا سنواجه ألمانيا نحن بكل بساطة كنا موجودين وجاهزين للتحدي، بل كنا نعرف أنه ليس لدينا ما نخسره بالمرة. والجميع كانوا يحدثنا عن مباراة 82 وقلنا لأنفسنا حسنا جاء الوقت الآن لدورنا كي نحقق إنجازا جديدا، لما لا، ونحاول أن نواجه فرنسا بعد ذلك ونقترب من فرنسا. كان هناك كل هذه المعلومات، هذه الأشياء في شهر البركة، شهر رمضان الكريم، وبالتأكيد نحن لم نكن نخشاهم بالمرة. هذا الكلام يفتح شهية رفيق صافي لطرح سؤال آخر. رفيق، دائما نتواصل معك. هل من سؤال محدد للاعب بعينه أم للمجموعة ككل؟ ليس لدي سؤال، ولكن حاب نقول لهم كلمة. لازم يبقى على هذه المجموعة وعلى هذه الروح المجموعة والشخصية اللي عند هذا الفريق. لأن اليوم صحيح خرجنا من الدور 16، ولكن كسبنا فريق، كسبنا لاعبين عندهم روح، إرادة، عندهم انضباط، احترام، صرامة. هذه لازم يحتفظوا بها باش يكملوا، لأن المشوار مازال كبير والمستقبل كبير، عندهم مستقبل كبير لازم يحتفظوا به. وإن شاء الله إن شاء الله الهدف اللي جاي هو كأس إفريقيا بإذن الله. وبرافو انكور مرة أخرى. جميل. هل من تعليق على كلام رفيق؟ نعم، أريد أن أحييه كابتن رفيق، لم أره منذ فترة طويلة. بعد ذلك أنا أوافقه تماما. لقد كسبنا الكثير من الأشياء بالنسبة لهذا المنتخب مع لاعبين شبان رائعين، وأظن أنه يجب المواصلة والنسج على هذا المنوال في كأس العالم، في كأس أفريقيا القادمة. نحن ننتظر هذه المناسبات. أكيد. طبعا زميل الأخضر بريش معنا من مركز البث الدولي في ريو دي جانيرو. الأخضر بريش، هل من سؤال بالتحديد لاعب معين أم للمجموعة ككل؟ مساء الخير. إذا طبعا هي تحية لكل هؤلاء الشباب الذين رفعوا راية الجزائر في هذه البطولة الكبيرة أولا، والمرور إلى الدور الثاني، وهذا كان حلم
وأصبح في بعض الأحيان عقدة للكرة الجزائرية، خاصة بعد كل ما قدم في 82 وأيضا 86 وكذلك 2010. أنا أعجبت كثيرا بالتضحيات الكبيرة لهذا المنتخب الشاب، لكن أريد أن أسأل فقط بالنسبة للاعب ياسين إبراهيمي. إشاعات كبيرة هنا في البرازيل كانت تقول بأن اللاعبين صمموا على الصوم، لكن المدرب ترك الحرية أمام اللاعبين. أريد أن أعرف هل صحيح أن سبب إجلاس ياسين إبراهيمي على كرسي الاحتياط هو لأنه صمم على الصوم؟ بصراحة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم حسنا، المدرب ترك لنا الحرية في اتخاذ القرار. نعم، وأعتقد أن هذا يبقى أمرا شخصيا. نحن نعرف أن هذا مهم للغاية بالنسبة لنا. هذا الشهر الكريم الفضيل شهر رمضان لكل اللاعبين والرياضيين المسلمين. الآن المدرب قام بخياراته، نحن نحترمها بالنسبة لمباراة ألمانيا، ونحن نحترم هذه القرارات، وليس فقط لأنني أنا قررت أن أصوم في تلك المباراة فهذا يعني أنني لم ألعب. بالعكس، أنا بكل بساطة هذا أمر شخصي، أنه خيار للمدرب نحن نحترمه. طبعا نستمتع بأمور كثيرة وأنتم تعيشون أجواء المونديال من خلال هذه المباريات. كانت طبعا قنوات بي إن سبورتس من خلال العديد البرامج نسعى لتقريب المشاهدين من نبض المونديال. سنتابع تعليقات بعض الصغار والكبار كيف كانوا يعلقوا على الأداء الجزائري. دعونا نتابع وسأسعى لكم المجال للتعليق بعد ذلك. عليش نبيل بن طلب مجاني طبعا سفيان مصطفى سفيان يرجع لمجاني مرة ثانية طويلة لإسلام مجاني طويلة إلى إسلام مش متسلل، راح إسلام جول الله أكبر يا إسلام، الله أكبر يا إسلام. عمرو اثنين المنتخب الجزائري يرقص الجزائر في العمراني. التهديف يا ابنائي، نشم في رائحة الهدف مشاهدي الأفاضل، نشم في رائحة هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري في هذه اللحظات. نشم في رائحة الله عليك يا نصر. جول الله الجزائر، إسلام راسك يا إسلام. جول يا إسلام، جول. الله أكبر عليك يا إسلام. يا سليماني، ما هذا الجمال. سفيان يا سفيان، عرضها يا سفيان، وهدف للجزائر. يا سليماني وهدف للجزائر في آخر دقائق. يا جزائر الدقائق الأخيرة المنتخب الجزائري والمنتخب الألماني. عرضية جميلة، جابو جول هنا في بورتو أليغري. الجزائر تخلص النتيجة. إذن هي أحلى المشاهد تلك التي تابعناها من خلال هذه التعليقات ومن خلال هذه الأجواء. الكل يتغنى بالجزائر، الكل يعلق. هكذا إذن عشنا الأجواء عبر قنوات بي إن سبورتس. كانت مناسبة كذلك لنفتح المجال للصغار للكبار، من له موهبة أن يبدع ويعلق. وهكذا كانت التعليقات بالنسبة لأدائكم في هذا المونديال، شيء رائع. حوزي غلام.